عمتم مساء مشاهدينا الاعزاء. من غير ما اطول عليكم، الحلقه النهارده كانت صعبه لانها عدت البراميل، صعبه لانها دخلت المنطقه المحظوره. بصراحه انا مش فاهم هي ايه المشكله اصلا، بس احنا قابلنا بعض الصعوبات مع شباب واحنا بنسالهم عن ارائهم واحنا بنستفهم عن افكارهم. بعض من الشباب كان بيخجل انه يرد، والبعض الاخر كان بيتريق عليا. على العموم تعالوا ننزل الشارع ونشوف راي الشباب كان عيب الاسئله اللي انت بتقولها دي. ايوه فعلا، لو العقل اشتغل يبقى كل شيء هيبقى لذيذ. اموت انا واعرف ايه هو اللذيذ بالظبط، وليه الشباب عقلهم بقى في البلاله خالص. الواد يقول لك البت قطه اخر حاجه، والبت تقول لك المز ده وخربش. على العموم ده بقى شيء عادي ما بين الشباب. شفت اخر فيلم نازل لك في السيما وبيقول لك عادي؟ هو اللي عادي بالظبط. على العموم هو فعلا عادي انك تشوف كده في السينما المصريه، ما هي الحياه قشطه وبيس وفل. زي ما قلت لكم بعض من الشباب كان بيتريق عليا. على العموم احنا قلنا نكمل في طريقنا ونشوف حال المواصلات والطرق. لقينا الطرق مكسره والمواصلات زحمه وحاجه تقرف. المهم طلعنا اتوبيس نكلم السواق، ما ردش علينا. سالنا كمساري راح متريق عليا. المهم تعالوا نطلع الاتوبيس ونشوف الشباب كان مالهم في الاتوبيس. الناس اللي واقفه على الباب، ده العربيه فوق ورا هي. هي كان بعيد